أحمد وسالم شابان من السعودية قررا في عصر يوم غائم زيارة مدينة ملاهي مهجورة على طريق الدمام السريع مغلقة منذ عام 2001. أثناء تجولهم بين الألعاب الصدئة والمباني المهترئة حل الظلام وهم لا زالوا في الملاهي. ذهبوا إلى العجلة الدائرية، كانت مغطاة بالغبار والصدأ. فجأة قرر سالم الاقتراب منها والركوب رغم تحذيرات أحمد. عندما جلس عم الهدوء والصمت ولا يسمع إلا صرير الحديد. وفجأة بدأت اللعبة بالدوران وسالم يصرخ خائفا. عندما وصل إلى الأعلى انقطع صوته وتوقفت العجلة وهو في الأعلى. حاول أحمد تحريكها ولكن دون جدوى. اتصل أحمد على الدفاع المدني، وعندما أتوا صعدوا إلى الأعلى ولكن لم يكن هناك أثر لسالم. والغريب أنهم اكتشفوا أن سالم في بيته وأحمد كان وحيدا